السلام عليكم يا خالد. عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، كيف أحوالك؟ والحمد لله. طيب اليوم نريد نحن والمشاهدين أن تضعنا في صورة كيفية استخراج الملح أو مراحل استخراج هذا الملح ووصوله إلى منازلنا. استخراج الملح للأكل. أيوه. كيف يتم في الأكل؟ كيف يتم استخراجه من البحر. أيوه، المراحل. من المرحلة الثانية من البحر إلى نعني ناكله في البطون، في الخبز والدقيق. كيف تستخرجونه أنتم هنا في هذا المشروع؟ كيف تخرجونه من البحر؟ كيف يتم ذلك في تلك المنطقة عبر المضخات حسب ما حدثتنا قبل؟ من المضخة يجي. المرحلة الأولى كيف؟ المرحلة الأولى من أين؟ من المضخة إلى المرحلة الثانية. إلى أين بالضبط تكون المرحلة الثانية؟ إلى الثالثة. المرحلة الثانية ماذا يتم في المرحلة الثانية؟ الملح. ما الذي يتم في المرحلة الثانية؟ يعني أنتم تستخرجون الملح المياه البحر عبر المضخات إلى الأحواض. إلى الأحواض حق الملح. وبعد ما تستخرجونه بالمياه إلى الأحواض ماذا يتم؟ يتم في الأكل، نشيل نبزه في البيت. طيب أنا أعلم أنكم تخرجونه حتى يتم في البحر، لكن الآن نرى أحواض. هذه الأحواض الآن ما مهمتها؟ مهمتها. هذا الحوض الآن مثلا، هذا الحوض نرى فيه الكثير من المياه لا يوجد فيه ملح. هذا الحوض مثلا ما الذي يحدث فيه هذا الحوض؟ ملح. طيب الملح هنا وتواجد الملح بهذه المنطقة. هذه المرحلة لماذا المياه هنا في هذا المكان؟ هذا تبع الملح. درجة الملح كم درجة هنا؟ درجة هنا 15. 15. والحوض الثاني؟ وهذا بيجي 16. وهنا 16. كم يحتاج الملح؟ كم درجات يحتاج؟ يحتاج 15 19 20. لما نخرجه ملح كم؟ 15. أي حوض هو الآن 15؟ أي حوض. هذا